ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وبصحه وفي احسن حال. وزي ما بيقول اخونا المحترم احمد حمدي، انا حاسس ان انا اللي مفتقدك مش انت اللي مفتقدني والله. خليني كده ابدا كلامي واقول لك اول حاجه ان الالستريتور برنامج مش بعبع. الالستريتور برنامج دمه خفيف جدا اقسم بالله، بس هو محتاج ممارسه باستمرار مش اكتر. طيب اللي انا جاي اقوله لك النهارده ان انا جاي اقول لك لازم تحترف الرسم. ليه تحترف الرسم على الالستريتور؟ خليني كده اشرح لك حكايه بسيطه ومن خلال شرحي هتفهم انا اقصد ايه. انا اشتغلت في كذا مكتب دعايه واعلان واشتغلت في شركه دعايه واعلان، فعايز اقول لك ان انا اشتغلت مع مصممين واشتغلت مع كذا تيم. حرفيا الناس دي عتاوله يعني، وفيهم ناس اقدم مني كمان. تمام، بس معروف طبعا ان شغل الدعايه والاعلان هو شغل تجاري شويه وشغل سريع، يعني احنا بنشتغل بسرعه وبيكون في ضغط شغل، فاللي هو شقلب وقلب. ففي ناس فيهم ما كانتش بتعرف ترسم للاسف، وهم اقدم مني في المجال. اللي انا عايز اقوله لك، حتى لو انت شغال في الشغل التجاري او شغل الشقلب وقلب، عايزك برضو تكون محترف الرسم في الالستريتور. ما تروحش تجيب حاجه من فري بيك. احنا في اوقات كتير بنروح نجيب الحاجات من فري بيك جاهزه وبنحطها في التصميمات بتاعتنا، ولكن اللي انا عايزه منك هنا ان انت تسن مهاراتك في الحاجه دي. فهمتني؟ فانا مش جاي اشرح لك كام اداه وخلاص، لا، انا جاي اقول لك ازاي تجيب الفكره بنفسك، وازاي تبدا ان انت تفتكس في الالستريتور وتكتشف ادوات جديده، ويبدا البرنامج يكون سهل بالنسبه لك ان شاء الله. فمهم ان انت تتابع معايا الفيديو للاخر عشان حرفيا الفيديو مهم. وبس كده يا صديقي، ومش عايز اكون طولت عليك اكتر من كده. هتروح تجيب فنجان قهوتك، انا طبعا خلصت القهوه بتاعتي، فانت هتجيب قهوتك وتيجي. وقبل ما نبدا طبعا ما تنساش اشتراكك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه، لان اللي جاي حرفيا حلويات اقسم بالله. وبس كده يا ابو الاصدقاء، ويلا بينا نبدا. دلوقتي هنروح على الالستريتور، وانا كنت راسم الكام رسمه دول، فخلينا كده نبدا ناخدهم واحده واحده. خلاص، معانا 1 2 3 4 5. خلاص، خلينا كده ناخدهم من اليمين للشمال. خلينا بس نسيب الرسمه بتاعت العين دي دلوقتي، وخلينا نبدا ناخد الشكل ده. تمام، طيب الشكل ده خلينا ناخده كده لوحده على جنب. ازاي نقدر ان احنا نعمل حاجه زي دي؟ هتبدا تروح على اداه اللاين من هنا، وهتبدا ان انت ترسم لاين كده وانت مثبت صباعك على شيفت عشان يجي معاك بخط مستقيم. وفي الاستروك هنا خليه باللون الابيض عادي جدا، وهبدا اخلي الاستروك هنا وليكن 5 مثلا. تمام، وطالما احنا عاملين لاين ستروك او عاملين اي حاجه ستروك، لو جيت بصيت هنا فوق هتلاقي كلمه ستروك، هتدوس عليها. تمام، هتبدا تدوس على كلمه داش دي من هنا، هيبدا يتعمل معاك زي نقط كده. معرفش انت شايف ولا لا، بس هو معمول معاك نقط اهو. خلاص، هتبدا بعد كده تروح على افكت، ومن افكت هتختار ديستورت اند ترانسفورم، ومنها هتختار ترانسفورم. تمام، هتبدا تخلي الرقم ده وليكن 5، والرقم بتاع الكوبيز هنا هتخليه 50، وتبدا تدوس اوكي. اصبح معانا الشكل ده. بعد كده هتروح على علامه اليونيفورم دي من هنا، وتبدا تختار الشكل المثلث ده، هيبدا يتعمل معاك بالشكل ده. بعد كده هتروح على اوبجكت وتختار اكسباند ابيرنس، وبكده نكون عملنا الشكل. طب احنا عايزين نخليه بميل كده زي ما انا عامله في الشكل ده. هتبدا تروح على الاداه دي من هنا، وهتبدا تختار اداه الفري ديستورت. تمام، وهتبدا تمسك الشكل ده من هنا الكورنر ده، وهتبدا تحركه كده شمال او يمين، تلاقيه اترسم معاك الشكل ده بكل بساطه. طيب انت دلوقتي عايز تخليه جريدينت، تخليه، عايز تخليه ابيض زي ما هو، خليه. طيب دلوقتي بقى نخش على الشكل اللي بعديه، وهو الشكل ده. هبدا اسحبه معاك كده برضو الناحيه دي، وبكل بساطه هروح على اداه الريكتانجل من هنا، وتدوس كليك يمين، هيبدا يفتح معاك الاشكال. تختار الستار تول دي اللي هي اداه النجمه يعني، وهتبدا ترسم نجمه كده وانت مثبت صباعك على شيفت. لو دوست سهم لفوق هتلاقيه بيزود معاك الكورنرات، لو دوست سهم لتحت هتلاقيه بيقلل معاك الكورنرات برضو. تمام، فانا هخليها مثلا 4 وليكن، وهثبت صباعي على شيفت عشان يبقى معدول معايا كده. وبعد كده هجيب اداه الدايركت سيلكشن تول، وهبدا اقلل الدوران بتاع النجمه. خلاص، وبعد كده هقلبها لستروك عادي جدا، واخلي الستروك وليكن 5 أو 6. هبدا برضو اعلم عليه كده، وهروح على افكت، ومن افكت اختار ديستورت اند ترانسفورم برضو، ومنها اختار ترانسفورم. وهتبدا ان انت كل ما تلعب في الارقام دي هتلاقي الشكل بيتغير معاك بالطريقه دي. تمام، انا هنا في الانجل بزود الانجل، وفي الكوبز هنا ببدا ازود بالبقره بتاعه الماوس عادي جدا، وهدوس اوكي. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعمل الشكل اللي قدامك ده عادي جدا. هتدوس كنترول سي، بعد كده كنترول اف عشان ينزل في نفس المكان. بعد كده هتمسك الشكل ده وتبدا تصغره بالطريقه دي. تمام، كنترول سي وكنترول اف تاني، وهتبدا تصغر. كنترول سي وكنترول اف تاني، وهتبدا تصغر لحد ما يجي معاك الشكل بالطريقه دي. وانت بتطبق معايا، مش عايزك تطبق معايا بالظبط، او مش عايزك تقلدني بالظبط. وخلي بالك، عايز اقول لك على حاجه، الرسومات اللي انا بعملها دي هي موجوده في محتوى اجنبي. خلاص، الفرق بيني وبين المحتوى الاجنبي ان المحتوى الاجنبي ممكن يكون صامت شويه، فانا هنا بشرح لك تفاصيل مش اكتر. تمام، نخش بقى على الشكل اللي بعده، وهو الكوره او الدايره دي. الموضوع بسيط جدا. هتبدا تجيب اداه الاليبس تول، وهترسم دايره كده بالشكل ده، وهتبدا تخلي الاستروك هنا مثلا زي ما انت حابب. وهتبدا بعد كده تروح على افكت، ومنها تختار ديستورت اند ترانسفورم برضو، ومنها تختار ترانسفورم. وهتبدا تخلي الرقم اللي فوق ده 99، والرقم اللي تحت 99 برضو. وهتبدا تخلي الانجل هنا 1 بس، هتدوس رقم 1،
وفي الكوبز هنا ممكن تخليها مثلا 300 وهتدوس اوكي، فكده الشكل اتعمل معايا بكل بساطه. يعني دي تقريبا اسهل واحده فيهم. نخش بقى الشكل اللي بعده، هو الشكل ده يا ابو الاصدقاء. تعمل ايه؟ هتروح على اداه اللاين تول برضه، هتبدا ترسم لاين وانت مثبت صباعك على شيفت، وطالما احنا عاملين حاجه ستروك هتروح على الاستروك من هنا وهتلاقي الاوبشنات بتاعت الاستروك كلها هنا في خطين كده، هتدوس على الخط ده هيفتح معاك شويه اشكال. انا هبدا اختار اخر شكل، وفي الخط اللي جنبه برضه هبدا اختار اخر شكل. خلاص هو رسم معايا الوردتين دول. اللي انا هعمله بقى بعد كده ايه؟ اللي انا هعمله هروح على افكت وهختار نفس الاوبشن تاني وهبدا اختار ترانسفورم برضه، وهتبدا ان انت تلعب في الارقام دي بالبقره بتاعت الماوس عادي. انا مش بدوس على حاجه في الكيبورد لحد ما يبدا يرسم معاك الشكل ده، وهدوس اوكي. هروح بعد كده على افكت ومنها اختار ديستورت ترانسفورم تاني، وهبدا اختار الزجزاج اخر واحده. وفي الزجزاج هنا هخلي الشكل هنا سموز عشان يبقى ناعم كده، وهبدا ازود في السايز هنا هيبدا يرسم معاك الشكل ده، وهتدوس اوكي. انا لو مسكت النقطه دي وكبرت وصغرت هتلاقي ان الشكل بيوسع كل ما انا اكبر وبيضيق كل ما انا بصغر. طب انا عايز احافظ على النسبه والتناسب اللي فيها، اعمل ايه؟ اروح على اوبجكت ومن اوبجكت هختار اكسباند ابيرنس. تمام كده هو هيحافظ على النسبه والتناسب بتاعه الشكل. طيب بالنسبه بقى للشكل بتاع العين ده، خلي بالك الشكل ده انا كنت شارحه قبل كده ولكن هشرحه لك تاني. الشكل ده ينفع كلوجو لعياده اسنان او دكتور اسنان او ايا يكن يعني. فالشكل ده عشان اعمله بعمل ايه؟ هجيب الدايره اللي انا رسمتها دي وهبدا اخد منها كوبي كده وهمسك الاثنين مع بعض، واروح على الباث فايندر من هنا هبدا اختار التداخل اللي بينهم، هيبدا يرسم لك الشكل بكل بساطه. وبس كده يا صديقي، موضوع الرسم على الالستريتور سهل ولذيذ، وهو البرنامج دمه خفيف، فاهم؟ طيب دلوقتي بقى انا عايز اقول لك ازاي تجيب الافكار بنفسك، يعني ازاي تجيب ريلز تبدا ان انت تطبق وراها وتعمل زيها بالظبط. على فكره مش عيب ان انت تقلد في الاول، التقليد ده بعد كده هياخد مسار تاني وهيبدا يخليك ان انت تجيب الافكار من دماغك. خليني كده اوريك ازاي تجيب الافكار. هتروح على يوتيوب بكل بساطه، هتكتب هنا في السيرش، هتكتب مثلا الستريتور ريلز، تبدا مثلا تخش على اول واحد ده، وخلي بالك الشكل ده انا شارحه بالمناسبه، فالمحتوى الاجنبي تابعه وابدا طبق وراه. هو ممكن يكون صامت شويه ولكن ايه، ابدا شوف الخطوات اللي هو بيعملها بالظبط واعمل زيه، وبكده انت هتلاقي نفسك بتكتشف ادوات جديده في الالستريتور وفي نفس الوقت انت هتحب البرنامج. خلاص وبس كده يا ابو الاصدقاء، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. لو الفيديو عجبك فعلا ما تنساش تديني كومنت جميل، ويا رب اكون عرفت ان انا اوصل لك المعلومه بكل بساطه، واشوفك في فيديوهات جايه احسن واحسن. سلام.